يا صباح الورد والياسمين على حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل أسهل وأحلى وأسرع عزومة ممكن تعملوها. هنعمل النهاردة فراخ مشوية على الجريل. مع إنه الجو برد وهوا وحالة صعبة، بس برضو أنا ما قدرتش أرفض طلب الحبايبي، فعملت لهم الفراخ اللي هم عايزينها على الجريل. هنا عندي فرختين، الفرخة وزن 2 كيلو. مقطعة الفرخة الأربع قطع، يعني أنا عندي دول 8 قطع. هنعمل التتبيلة عندي بصلة كبيرة، البصلة دي يعني أكبر من ربع كيلو، وفلفلة حارة. أخدتهم فرمتهم في الكبة فرم ناعم، وهنزل بيهم هنا في طبق عميق البصل والفلفل، وكمان هنزل بالصلصة. هنا الصلصة ممكن نستبدلها بطماطم فريش لو حابين، بس أنا بما إنه العزومة سريع يعني كان أنا يعني حضرتها المفروض بعد 3 ساعات تكون جاهزة، أنا حضرتها في أقل من كده. أنا رحت اشتريت لي فراخ وحضرتها ما كملتش ال3 ساعات. في خلطة الفراخ بتاعتي هضيف ملح وفلفل وبابريكا وزيت، مش هضيف أي إضافات تاني. لما اخد الفراخ واسويهم على الجريل، يعني في التسوية تكون مثلا 80%، هحط باربيكيو صوص هدهن بيها الفراخ. لكن دلوقتي مش هحط اي حاجة تاني، هو الملح والفلفل والبابريكا والزيت. المفروض التتبيلة دي تتعمل تتساب ساعتين، فانا بما انه كانت سريعة وكانت مطلوبة بسرعة، انا يعني عملتها وعلى طول ما استنيتش، وفي نفس الوقت طلعت تحفة، يعني عجبت كل الناس وكله شكر فيها بصراحة. بس هنا الفراخ بتبلها، وادخل التتبيلة في الفتحات اللي انا فتحها في الاول. صدر الفرخة انا فتحاه بالنص كده علشان يستوي معايا وما يأخرش، عشان ياخد نفس مدة التسوية بتاعة الورك، يبقوا 2 الورك والصدر في نفس الوقت استووا، مفيش واحد استوى والتاني لسه. بس فاتنين استووا في نفس الوقت، ما اخدوش وقت، وكان الجو صعب يعني حالته صعبة، بس انا برضو شغلت الجريل وعملتهم، ما اخدوش معايا وقت. هنا بعد ما تبلت الفرختين هاخدهم واطلع على الجريل على طول. يا دوب انا بس استنيت ربع ساعة لحد ما الجريل سخن. هنا بعد ما الجريل سخن كويس خالص طلعت عليه الفراخ، بس كل شوية هروح اتشك عليهم واقلبهم على الناحية التانية لحد ما يستووا تماما. بعد ما بيوصلوا 80% من التسوية بدهنهم بالباربيكيو صوص. هنا بعد ما خلصت الشوي اخدوا حوالي ساعة وشوية على الجريل. كنت عاملة رز وسلطة وطحينة، كنت عاملة رز بالشعرية وسلطة خضرا وطحينة. انا صورت السلطة والرز بس نسيت ما اصور الطحينة، اتس اوكي يعني مرة تاني ان شاء الله. بس فدي كانت اسرع عزومة انا اعملها بصراحة، كانت طالعة وهم نشكر ربنا، يعني كله كان سريع في سريع، فطلعت يعني زي ما انا كنت نفسي ان هي تطلع، طلعت احلى كمان. بس عجبت كل الناس وكله انبسط منها. اتمنى انكم كمان انتوا تكونوا انبسطتوا من الفيديو، وان شاء الله نشوفكم فيديو جديد على خير. See you. باي باي.